طب ارحموها، طب اعملوا حساب انها ضحت بحياتها عشان صلي على حبيبك النبي، لايك وفولو ويلا بينا. راجل ماتت زوجته وسابت له 5 بنات عرايس، اتقدم لهم 4 عرسان يخطبوهم، الكبيره رفضت واصرت انها تعيش مع والدها لخدمته، ال4 بنات الباقيين اتجوزوا. الاب بعد فتره مات وساب وصيه مكتوبه لبناته، هتقسموا كل حاجه الا البيت، هتستنوا اختكم الكبيره اللي ضحت بحياتها وساعدتها عشاني وعشانكم تتجوز الاول. كل بنت من ال4 اصرت ان هي تاخد حقها من بيع البيت، ولا كأن فيه وصيه ولا في حسبان اي واحده فيهم اختهم الكبيره هتعيش ازاي ولا هتقعد فين. ضاقت الدنيا بالاخت الكبيره لكنها على يقين ان ربنا مش هيسيبها، مفيش قدامها الا انها تتصل بمشتري البيت، تستسمحوا ان يمهلها كذا شهر لحد ما تلاقي مكان تاني ليها، وبعد فتره يجي المشتري يخبط عليها، طبعا تنزعج جدا لانها ما لقتش مكان وعايز يستلم البيت، تقول له انا اسفه، يقول لها لا انت فهمتي غلط ودي ورقه من المحكمه، البيت كله انا كتبته باسمك وده يعتبر مهرك، وافقتي تتجوزيني البيت بتاعك، ما وافقتيش هرجع مكان ما جيت وبرضه البيت كده كده بتاعك. البنت توافق وتبكي من الفرحه من كرم ربنا عليها.